ما ينفعش نكون في الشتا وفي السقعة اللي احنا فيها دي وما نعملش العدس. هعمل النهاردة معاكم العدس بمنتهى السهولة ان شاء الله. هطلع لكم شوية عدس كده كهرمان. العدس من الاكلات اللي ما بتاخدش معانا وقفة كتير في المطبخ، ومن الاكلات السهلة والسريعة جدا. مش هقول لكم الاقتصادية لان في اليومين اللي احنا فيها دول ما بقاش فيه اي اكلة اقتصادية. يلا بينا بقى نبدأ الفيديو بتاعنا، ولو بتشوفيني لأول مرة متنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. هنا جبت العدس بتاعي ربع كيلو من العدس وقمت غسلاه، وبعد ما غسلته نزلت عليه بالمية زي ما شفتوا، ونزلت عليه بطماطمتين متقطعين 4 أرباع، وبجزرتين وسط متقطعين حلقات. وقلبت الغطا كده لحد كله كده ما غلى مع بعض وطلع الريم الأبيض ده. قمت أنا شايلة الريم الأبيض ده من على الوش. هتجيبي أصغر بصلاية عندك، عارفة اللي هو البصل القوارمة الصغير قوي ده، هو ده. هتجيبي بصلاية صغيرة قوي كده عندك، هتقومي مقطعاها مكعبات زي ما انت شايفة، وهتتبليها بملح وفلفل اسود، وهتقلبي كل ده مع بعض، وهتنزلي عليهم بالخليط اللي احنا عاملينه في الحل ده، اللي هو العدس والجزر والطماطم وكله. هتسيبي الخليط ده لحد ما يغلي تماما وكل حاجة فيه تستوي، الطماطم والجزر والعدس وكل حاجة، لحد ما تبقى بالشكل اللي انت شايفاه دلوقتي. هتطفي عليه النار وتسيبيه لحد ما يبرد بس كده، يعني لمدة 10 دقايق يبرد عشان الخلاط بتاعنا يستحمله. هنقوم نازلين بالخليط اللي في الحلة ده كله في الخلاط، وبعد كده هنضربه كويس جدا جدا لحد ما ينعم معانا تماما. هنا هحط من 6 ل7 فصوص من الثوم، بدل ما تشغلي الكبة او تشغلي الهون وتدقي، لا كله يتفرم مع بعضه احسن في الخلاط. بعد ما خلطت الخليط ده هجيب نفس الحلة اللي كنت عاملة فيها العدس وهنزل بالخليط ده. هنا حسيت ان الخليط بتاعي تقيل، فقمت شاطفة الخلاط بتاعي بشوية مية وحطيتهم على العدس. قلبت بقى كل المكونات مع بعض وتبلتهم بشوية كمون، يعني زي نص معلقة صغيرة من الكمون. وطبعا لو بتحبي العدس سبايسي شوية او حرق شوية هتحط نص معلقة من الشطة، مش حابة يبقى ممكن تستغني عنها. هنا بقى جبت الطاسة بتاعتي، حطيت فيها شوية من الزيت، وجبت يعني بصلاية تكون كبيرة، بصلاية كبيرة، وقطعتها مكعبات زي ما انتوا شايفين كده. هقلب بقى لحد ما تاخد البصلاية اللون اللي انتوا هتشوفوه معايا دلوقتي. تقليب مستمر كده عشان البصل كله ياخد لون واحد، لحد ما هيبقى باللون اللي انتوا شايفينه ده. بعد ما بقت باللون ده قمت جايبة حلة العدس وقمت نازلة كده بالبصل على العدس ومقلبة كله مع بعضه. هقلب بقى كله كده مع بعض، وبكده العدس بتاعنا يكون جاهز. وطبعا مفيش اسهل من كده، في ثواني بيخلص العدس معانا، وبيبقى سهل جدا وكمان سريع. حطيت هنا بقى شوية ملح يعني ظبطت الملح بتاعه، وسبته يغلي غلوة واحدة بالبصلاية اللي انا لسه حطاها، وبس كده. وبتطفي عليه النار وبألف هنا وشفا. بتقدميه بقى جنب عيش ناشف، في ناس بتحب تاكله قوي جنب عيش ناشف، في ناس بتحب تاكله كده بالمعلقة بيبقى طعمه جميل. يعني وفي الاخر القوام اللي انت بتحبيه بتعملي بيه. انا هنا القوام ده حلو قوي، ممكن تخففيه لو انت بتحبي العدس خفيف شويه، ممكن تتقليه ان انت ما تزوديش حبه الميه اللي انا زودتهم دول. وفي الاخر بتطلعي شويه عدس زي ما بيقولوا كهرمان. لو بتشوفيني لاول مره متنسيش تفعلي الجرس وتحطي لايك للفيديو.